انت دلوقتي ممكن تبعت رسالة لأي AI زي شات جي بي تي مثلا، في أقل من ثانية هيرد عليك. بس عمرك سألت نفسك ايه اللي بيحصل فعلا في اللحظة دي؟ وهل هي مجرد رسالة ولا في عالم كامل ورا الرسالة دي؟ بعد ما تكتب الرسالة أو البرومت بتاعك وتدوس سند، الرسالة بتاعتك مش بتفضل كلام زي ما عرفنا قبل كده. إن أي حاجة بتتعامل مع الجهاز بتتحول لصفر وواحد، إشارات كهربية. الإشارة دي بتسافر بسرعة قريبة من سرعة الضوء في كابلات تحت الأرض وتحت البحر كمان. الكابلات دي بتمتد آلاف الكيلومترات عشان توصل رسالتك لسيرفر في بلد تانية خالص. وهنا بقى بنوصل لأهم نقطة، وهي الداتا سنتر. الداتا سنتر هي أماكن ضخمة جدا فيها آلاف السيرفرات شغالة 24 ساعة من غير ما تفصل. ودي ببساطة هي المخ الحقيقي اللي بيشغل كل أنظمة ال AI زي شات جي بي تي. جوه الداتا سنتر دي الموديل نفسه بيكون متخزن وبيرن على سيرفرات قوية جدا. يعني لما بتبعت رسالة هي بتوصل لسيرفرات بتشغل الموديل ده. الموديل هنا بياخد الجملة اللي انت كتبتها، اعمل صورة شخص بيلعب كورة، فبيبدأ يحولها لأجزاء صغيرة اسمها توكنز، وبعدها يحولها لأرقام يفهمها الكمبيوتر. دلوقتي بقى أهم جزء، جملة زي شخص بيلعب كورة. الموديل جوه السيرفرات بيبدأ يحللها، وبعد كده بيبدأ يركب المعنى ده جوه شبكة ضخمة من الحسابات لحد ما يطلع شكل كامل مطابق للفكرة اللي انت كتبتها. كل ده بيحصل عن طريق مليارات العمليات الحسابية في أقل من ثواني. الموديل بيقعد يحسب احتمالات مهولة، وكل احتمال يعتبر عملية بتستهلك كهرباء. العملية الواحدة ممكن تستهلك 2/1000 إلى 1/100 كيلو وات. فلما يكون في ملايين الريكوستات في نفس الوقت، الموضوع بيكبر بشكل مرعب، لدرجة إن ممكن الطاقة اللي ناتجة من العمليات دي بجد تنور مدينة كاملة. عشان تتخيل الرقم، عندنا مثلا 1,000,000 عملية في نفس اللحظة، وده رقم قليل جدا بالمناسبة. 1,000,000 2/1000 يعني 2000 كيلو وات. طب 2000 كيلو وات دي يعني ايه؟ خلينا نقربها للواقع. تخيل عمارة مكونة من 20 دور، كل دور شقتين. كل شقة فيها أجهزة شغالة طبيعي زي الإضاءة، تكييفات. الاستهلاك ده شغال بشكل متواصل لفترة، هتلاقي ان الطاقة دي ممكن تغطي تشغيل عمارة كاملة ايام. لكن المفاجأة بقى ان كل ده بيحصل بسبب مليون طلب في نفس الوقت. ومع ملايين ومليارات ريكوستات يوميا، الارقام بتكبر بشكل ضخم جدا. يعني المثال اللي فات كان 1,000,000 عملية في الثانية، تخيل كام عملية في الدقيقة. طب في اليوم تخيل بقى في السنة. لما نوسع الصورة اكتر، مراكز البيانات الضخمة اللي بتشغل أنظمة زي شات جي بي تي ممكن تستهلك كهرباء في السنة تساوي استهلاك دولة كاملة أو أكتر. يعني ببساطة الملايين الطلبات البسيطة اللي الناس بتبعتها كل يوم تتحول في الآخر لنظام طاقة يشغل جزء من العالم. كل ده علشان رسالة واحدة توصل لها في ثواني.